هنتكلم في الفيديو ده عن حملات الإزالة في محافظة الإسكندرية. حملات مكبرة في محافظة الإسكندرية للإزالة. بيوجه أحمد خالد محافظ الإسكندرية جميع رؤساء الأحياء بالإزالة الفورية لكافة محاولات التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالف، بما في ذلك إيقاف الدعم التمويني ودعم الأسمدة والخدمات المقررة. وبيأكد أنه بيتابع المتغيرات المكانية وإيقاف أي أعمال بناء مخالف في المهد. استمرار حملات الإزالة المكثفة للتعديات على الأراضي الزراعية. إيقاف أعمال البناء المخالف بكافة الصور والتعامل الفوري مع أي تغيير ظاهر على الأرض. حملات مكبرة لإزالة التعديات بنطاق حي العمرية ثاني بتشمل إزالة 7 متغيرات مكانية عبارة عن 7 فيلات على مساحة إجمالي 1600 متر بمنطقة الكينج مريوط، حيث تمت إزالة أسوار وأدوار علوية مباني حتى سطح الأرض، بالإضافة إلى إزالة 7 متغيرات مكانية بنطاق مركز ومدينة برج العرب عبارة عن سقف وأعمدة وحوائط وأدوار علوية مباني بمنطقة بهيج تم إزالتها بالكامل. بالنسبة لحي العمرية، حملة مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف شملت فك شدة خشبية بمنطقة المستعمرة والتحفظ على كمية من الأخشاب. تمت إزالة متغير بمنطقة عبد القادر عبارة عن حوائط من الطوب الأبيض، ورصد أعمال بناء بدون تراخيص عبارة عن حوائط وإزالتها في المهد بذات المنطقة، بالإضافة إلى إزالة متغير عبارة عن حوائط بالدور الأول بقرية الكرنك بمنطقة النهضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. حي المنتزه، حملة مكبرة إزالة أعمال البناء المخالف. إزالة نقطة متغيرات مكانية بعزبة الروضة عبارة عن حوائط وأعمدة دور أرضي بدون سقف. استمرار الأجهزة التنفيذية تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية المستمرة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو تنفيذ أي إنشاءات مخالفة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.